رسميا بيلينغهام بريال مدريد، والفريق يقدم أقمصة جديدة. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن حسم صفقة الموهبة الإنجليزية لاعب بروسيا دورتموند الألماني بيلينغهام رسميا، وبات لاعبا جديدا للملك. وسيدفع العملاق الإسباني 103 ملايين يورو للاعب البالغ من العمر 19 عاما، بالإضافة إلى مكافآت محتملة متنوعة يمكن أن توصل قيمة الصفقة إلى 134 مليون يورو. وسيتم تقديم بيلينغهام الذي بدأ مسيرته في نادي بيلينغهام سيتي لجماهير الريال في حفل يوم الخميس بمدينة مدريد، وقد تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم رغم فشل دورتموند في الفوز بلقب الدوري في الجولة الأخيرة. وبحسب الأرقام الأولية للصفقة، فإن بيلينغهام سيصبح ثاني أغلى لاعب إنجليزي بعد 100 مليون جنيه استرليني التي دفعها مانشستر سيتي لأستون فيلا مقابل خدمات جاك ريليتش. وتعد صفقة بيلينغهام أيضا ثاني أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد بعد انتقال إيدن هازارد من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو في عام 2019. ومن جانب آخر، أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي عن قميصه الأساسي للموسم المقبل، والقميص أتى بخطوط لونية مختلفة بعض الشيء عما اعتاده ريال مدريد في السنوات الأخيرة. أتى القميص الجديد دون ياقات وبألوان زاهية. يبدو أن ريال مدريد قد استمع لنصيحة توني كروس الذي انتقد القمصان الفارقة في الموسم الماضي، مؤكدا بأن القمصان ذات الياقات لا تشعر اللاعبين بأي راحة أثناء اللعب. للمزيد من الأخبار الدولية لا تنسى الاشتراك بالقناة ودعمنا. شكرا على المتابعة.